يوم حزين على كرة القدم في نادي الزمالك. مساء الفل، معاكم حليم من قناة حليم بتاع الكورة. خروج استثنائي لينا في القناة. يمكن لينا فترة كده مش متواجدين بسبب ظروف الشغل وتقفيلة السنة، بقى الناس اللي عارفة الكلام ده يعني. لكن طبعا بالليل اتفاجئنا بخبر إبلاغ جوميز المدير الفني لنادي الزمالك برحيل. واحنا حابين في الحقيقة يعني نستعرض، زي ما انتم عارفين ان احنا بنحب نسرد ايه الاسباب اللي دفعت جوميز للرحيل، وهل جوميز اصلا غلطان ولا مش غلطان، والتقصير جاي منين؟ هل مثلا ده مؤامرة اتعرض لها نادي الزمالك، ولا دي عشوائية احنا موجودين فيها؟ النقطة التانية برضو هنتناقش مع بعض ازاي نخرج من الأزمة دي بشكل سريع ونطلع بأقل الخسائر. انتوا طبعا عارفين ان جوميز رحل في وقت حرج. احنا يتبقى لنا مباراة المصري اللي هي يوم الأحد القادم، وبعدين عندنا 3 مباريات في الدوري، وبعدين حتى يناير هيلحم في ديسمبر. مفيش فترات في النص، يعني أي اسم هيدخل أكيد على ما ينسجم ممكن يكون معرض إن هو يفقد مجموعة من النقاط. فإزاي نتغلب على هذه الأزمة في عجالة؟ ويلا بينا نبدأ. بس في البداية لو حضرتك مش مشترك يشرفنا إنك تشترك معانا. لو حضرتك بيعجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه يا ريت تشجعونا يا جماعة علشان نكبر أكتر بيكم. ويلا بينا نتكلم. في الحقيقة إن جوميز له أكتر من فترة بيهدد في المؤتمرات الصحفية ببعض مشكلات هو بيتعرض ليها. ويمكن الناس هنا اللي متابعاني من بداية القناة أو تعرفني عن طريق تطبيقات تانية زي فيسبوك أو كلاب هاوس أو تويتر أو خلافه، هتعرف إن إحنا دايما في أي مرة كنا بنتكلم فيها على جوميز كنت دايما بحب أستعرض تجربته مع نادي التعاون السعودي ومع نادي ريدنج الإنجليزي. الأندية دي هو كان نجح معاهم، وتلقى وعود من الإدارات برضه إن هو هيتم التدعيم بصفقات معينة، ولما ما تنفذتش طلباته مشي بشكل فجائي زي ما حصل النهارده. قبل ما ندخل في تفاصيل الامر، تاكد ان انا مش طالع في الفيديو ادافع عن جوميز. يعني هو في النهايه جوميز شخص اجنبي ومش على ذمه نادي الزمالك في الوقت الحالي، بل بالعكس هو بحث عن الماده في مقابل ان هو يضحي بالجماهيريه، وترك النجاح اللي كان محققه في الزمالك لاجل الفلوس. فانا هنا مش طالع بره ساحه جوميز، ولا جوميز يخصنا ولا هنتكلم عنه تاني. تمام. وفي نفس الوقت برضو انا مش طالع اشيل مجلس الاداره شيله فوق شيلتهم، ولا احملهم حاجه هم مالهمش ذنب فيها. احنا هنستعرض مع بعض عده نقاط، ومن خلال هذه النقاط هنطلع بكونكلوجن او يعني بملخص سريع ونكون اراء مع بعض. جوميز لمن لا يعلم هو قادم براتب ضعيف، ومش عيب على فكره، لان انت نادي الزمالك انت شلته وجبته من فتره تقاعد. هو كان متقاعد، ما كانش بيدرب حد، وكان نجمه ابتدى يخفت. لكن طبعا نادي الزمالك كعادته هو الفاترينا اللي بتلمع المدربين واللاعبين. جه براتب ضعيف، وده زي ما اتفقنا كده هو مش حاجة عيب. في ناس تقول لك 35 ألف دولار ليه لوحده، وفي ناس تقول لك هو والجهاز كان 55، وفي أقوال أخرى 65. يعني المهم إن هو بنتكلم في متوسط ال 60 65، هو وجهازه أو هو لوحده مش هتفرق كتير، لأن أكيد جهازه بياخد حاجات بسيطة. المهم جوميز تم الاشتراط عليه في تعاقده إن لو حضرتك حققت الكونفدرالية وحققت مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم، اللي هو الأول على الدوري أو الوصيف، تمام، في الحالة دي يجدد العقد من تلقاء نفسه لسنة إضافية. تمام. طب لو حضرتك ما حققتش الشرط في الاثنين أو الشرطين، من حقنا بقى احنا كمجلس إدارة نفسخ معاك أو نكمل معاك. أنا واحد من الناس اللي أشدت بالبنود دي جدا، لأن كان وارد يجي وما ينجحش معانا، خاصة برضو ان هو بدايته معانا ما كانتش افضل حال. يعني خسر بطولة كاس مصر، فقد العديد من النقاط في بطولة الدوري، ثم فاز بالكونفدرالية. انا بشوف برضو ان احنا فزنا في الكونفدرالية في واحدة من النسخ الضعيفة،
لكن جوميز كان عنده ميزه واحده، وبالمناسبه يعني هو اول لما تم التعاقد مع جوميز انا مش من الناس المرحبين بيه، وفي اول مباريات ليه معانا ما كنتش بشيد بيه، بالعكس كنت بنتقده لان هو كان بيقدم مدرسه لعب امكانياتها اعلى من الافراد بتوعنا، علشان برضو الناس تبقى فاهمه المرجعيه بتاعتي جايه منين بالظبط. فلما فاز بالكونفدراليه كان عنده بعض المميزات زي ما قلنا، ان هو لم يخسر اي مباراه خارج الارض باستثناء طبعا مباراه النهائي. ورغم ان انت خسرت باللقاء النهائي خارج الارض قدام بركان طبعا في بركان، ورغم ان انت كنت شكلك وحش جدا في الملعب واستقبلت هدفين مع الرأفة كانوا قابلين للزياده، الا ان كان في ميزه كويسه ان انت في كل الوحاشه دي ان انت قدرت تسجل هدف بره الارض، وده سهل عليك مأموريه العوده. وفعلا فوزنا هنا في العوده بهدف احمد حمدي طبعا زي ما انتم عارفين، وتوجنا باللقب. يبقى اذا جوميز اضاف شخصيه الفوز خارج الارض لنادي الزمالك. وان كنت هاكد تاني مره اخرى على جزئيه ان النسخه كانت سهله. السنه دي بالمناسبه هو فاز ايضا على النادي البوليس الكيني خارج الارض، وكان قاب قوسين او ادنى من الفوز على انيمبا في اللقاء الاخير، وطبعا ده ما حصلش. فاذا جوميز الاداره ارتأت فيه ان هو يكمل، رغم ان هو مثلا بعد البطوله الكونفدراليه مشي في بطوله الدوري بشكل سيء جدا. جينا في بطوله كاس مصر انسحب وقال لك لا انا مش هلعب بطوله الكاس عشان انا عاوز لعيبتي تاخد فتره استشفاء معينه وكذا وكذا. وبدأ الموسم الجديد على مضض. يعني انا واحد من الناس مثلا ما كنتش مقتنع ان جوميز يبدأ الموسم الجديد. استهل الموسم الجديد طبعا بعد اصرار الاداره عليه بالفوز في اللقاءين البوليس الكيني بشكل غير مقنع تماما، ثم الفوز ببطوله السوبر الافريقي. مؤكد ان بطوله السوبر الافريقي غيرت نظرتنا جميعا لجوميز، والمفاجاه الكبيره اللي باغت بيها كولر وازاي ان هو تسيد اللقاء. والقصه مش ان هو فاز او خسر، القصه ان هو كان الطرف الافضل في المباراه، رغم ان الاهلي هو اللي كان مرشح بنسبه 99.9999 من 1000. تمام، ده ان دل فده بيدل ان جوميز فعلا عمل انجاز في تلك المباراه. بعد كده دخلنا في لقاءي السوبر المحلي، ما اقنعناش بصراحه، ما قدمناش مباراتين قويتين، لكن طبعا نظرا للظروف اللي كان بيمر بها الفريق وحبس اللعيبه وكذا وكذا ما فيش مشكله. طيب اذا انت كمجلس الاداره قدامك خط من اتنين، يا اما حضرتك كنت استغنيت عن خدمات جوميز من بدايه الموسم، يا اما لو عندك القناعه الكامله بيه حضرتك كنت جددت التعاقد معاه. تمام، ده وضع طبيعي. طب انا هجدد التعاقد ليه وفاضل في عقده موسم؟ هجدد التعاقد معاه عشان احصنه. ويا جماعه احنا جميعا نعلم ان الخليج يستهدف لاعبي الزمالك ومدربي الزمالك وكذا. طب ما حدش سال نفسه ليه؟ هو طبعا عقود الشروط الجزائيه بتبقى هبله جدا في عقود مدربين الزمالك ولاعيبه الزمالك. يعني واحد زي كارترون برضه راح قبل كده بشرط جزائي 3 شهور، رغم ان هو كان متوفر له لبن العصفور في نادي الزمالك. تمام، بنجد ان جوميز نفس القصه بسبب ان هو مرتبه تعبان. يعني مش اختراع يا جماعه، لكن هو مثلا واحد زي كولر لو الشرط الجزائي في عقده 3 شهور وهو بياخد مثلا 200 او 200 وشويه، فلا الشرط الجزائي بتاعه برقم غير بقى الراتب بتاعه اللي هو هياخده في النادي الجديد. بالاضافه ان واحد زي كولر مثلا بيحقق بطولات فبياخد مكافآت وبياخد بوانس، عنده استقرار، مرتبه بينزل في مواعيد. دي كلها رفاهيات مش موجوده عند جوميز. انت لا بتديله مرتب كويس، ولا بتنزل له المرتب في ميعاده، ولا موفر له طلباته. والامر اللي وصل بينا ان احنا سمعنا ان هو كان بيجيب زجاجات الميه على حسابه في التمرينات. فيا جماعه يعني من يتحمل هذا؟ انا برضو مش طالع دافع عنه، بس في النهايه ده راجل اجنبي شغال عشان الدولار. هو سايب بلده وسايب اسرته وسايب الدوله اللي هو فيها وجاي بيشتغل في دوله عالم ثالث تحت الارض علشان خاطر ياخد شويه دولارات يامن بيه مستقبله وحياته. ماشي، فلما يلاقي راتب اضعاف اللي بيتقاضاه، ويكون انت ما بتوفرلوش مرتبه، ويكون انت يعني تديله مرتب تعبان، والفرقه في انهيار بسبب ان الصفقات اللي هو طلبها ما تدعمش بيها. طب انت عاوزه يكمل على اي اساس؟ يا عم نفترض ان هو خاين، خلاص هو الراجل ده خاين، احنا في وسطنا خاين يا جماعه. طيب هو حضرتك دلوقتي مش تأمن نفسك ضد هذا الخاين؟ يا سيدي انت معمول عليك مؤامره
من تركي الشيخ مثلا زي ما بيتقال، ماشي خلاص خلينا نمشي في السكه دي. طب انت دور حضرتك ايه؟ دور حضرتك ان انا احصن نفسي ضد هذه المؤامره. ما هو طبيعي ان انا معروف ان الاهلي ما بيحبليش الخير، وان محبين الاهلي ما بيحبليش الخير، وان مرتضى ما بيحبليش الخير، وان فلان ما بيحبليش الخير، وانا اصلا لسه مجلس اداره جديد، ما عنديش علاقات قويه، انا مش كيان قوي كنادي الزمالك، انا عندي مشاكل اداريه، فعلاقتي بالمنظومه الرياضيه مش قويه. يعني انا مثلا مش صديق هنا مريده، مش صديق محمد مصلحي في الاتحاد، ومش صديق نجيب ساويرس زي شبكه العلاقات اللي الاهلي مكونها. فمؤكد ان محدش هيسمع عليك، ان اللي هيلاقيك اكل هياكلك. تمام؟ انت ايه اللي انت عملته عشان تحصن نفسك ضد ان حد ياكلك؟ الناس عماله تتشدق ان جوميز خائن، اننا ضد مؤامره، ان كذا ان كذا. يا سيدي ماشي، خائن او مش خائن مش موضوعنا، في مؤامره او ما فيش برضه مش موضوعنا. الموضوع اللي انت تملكه بايدك، انت في حاجات تقدر انت تملكها بايدك، وفي حاجات براك. اللي انت تملكه بايدك ان انت تحصن نفسك، تامن نفسك، اجدد مع المدرب براتب كبير يليق بيه، اوفر له طلباته، اعمل له شرط جزائي ضخم. هو اثبت نجاح معايا، فحتى انا لو عملت شرط جزائي ضخم ماشي مش هبقى خايف ان هو يفشل. هل تعلم ان حسين لبيب لما استقطب كارتيرون في فتره الولايه الثانيه مع كارتيرون كان ماشي هربان من مرتضى، بس طبعا علشان هو هربان من مرتضى يبقى جميل ولذيذ وحبيبنا طالما هو هربان من مرتضى، يعني ما اعتبروش هربان من الزمالك، ما رجعه ماشي. جه كارتيرون اما حقق معانا بطوله ايه؟ بطوله الدوري. قام حسين لبيب مجدد مع كارتيرون 3 سنوات. طب وانت يا كابتن حسين وانت لجنه جددت الكارتيرون، وجددت الامام عاشور، وجددت لزيزو، وجددت للونش، وعلى كلامك كنت بتفاوض طارق وبتفاوض بن شرقي، بس عوده مرتضى هي اللي بوظت لك الشغل. طب انت يا كابتن حسين وانت مجلس منتخب ومعاك رجال اعمال بقى، يعني ما كنتوش بقى 3 في لجنه ولا 4، انتوا بقيتوا 12. فين يا كابتن؟ انت بتجددش للناس ديت ليه؟ انا بس نفسي افهم هو جوميز ليه قاعد معلق كده؟ يعني هو ليه قاعد معلق؟ احنا ليه بنفتح الباب للحرام يجي يسرقنا؟ انت عارف ده ماشي قصه ايه؟ الدار امان والامن مستتب، خلاص طالما الدنيا تمام والدار امان، افتح يا عم الشبابيك والابواب بتاعتك وخش نام. ولما يجي واحد يسرقك يقول ده حرامي، ده قليل الادب، ده المفروض نرفع عليه قضيه لانه دخل وسرقنا. يا باشا انت اللي فتحت للحرامي بابك. هل انا دلوقتي بقول على الحرامي مش حرامي؟ يا عم حرامي وابن 60 حرامي، لكن حضرتك اللي بتدي فرصه للحرامي يخش يسرقك. فما تجيش تقول لي انا عليا مؤامره. وامتى تبقى مؤامره بقى؟ تبقى مؤامره لو انا بديله مرتب كويس، لو انا عامل في عقده وشرط جزائي ضخم، لو انا ملبي له طلباته، ويجي بقى بعد كل ده شرط الجزائي ضخم في عقدك مثلا ايه؟ مليون دولار، تلاقي واحد دفع له المليون دولار وخده. لا ساعتها تبقى مؤامره بقى، انت مصمم. هو يعني جوميز ما يسواش المليون دولار تدفعهم فيه. لكن انت حضرتك يعني يقول لك اللي بالبيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت ليه قاعد في بيت من ازاز اصلا؟ يعني انت ليه قاعد في بيت من ازاز؟ ولما واحد يحدف عليك طوبه تقول له انت بتحدف عليا طوبه ليه؟ اللي انا متضايق منه ان الموضوع فعلا مفصلي في مستقبلنا في هذا الموسم ماشي، وهترتب عليه امور كتير جدا. ومع ذلك بلاقي ناس تيجي تقول لك اصل المدرب خاين. يا عم خاين، خاين او مش خاين هو مش من بقيه عيلتنا. انت ما امنتش نفسك ليه ضد خيانته؟ تيجي تقول اصل تركي الشيخ مستقصدنا هو اشمعنى ما ياخدش من الاهلي؟ يا عم ماشي، انت لو انت عارف ان واحد مستقصدك، انا بمشي في شارع بعارف ان في واحد لو قابلني هيرن لي علقه، بمشي في الشارع التاني، بامن نفسي، بحاول اغير من شكلي عشان ما يعرفنيش، لكن ما امشيش وكل مره يضربني واقول شوفوا هو اللي وحش هو اللي بيضربني. فكره ادعاء المظلوميه وان انا طول الوقت عايش في المؤامره وعايش، لا هو الامر موضوع عشوائي بحت. نادي الزمالك يدار بامور عشوائيه. نخش للشق الثاني علشان بصراحه مش عاوز اطول في الفيديو، عشان لو طولت يعني ممكن نقول كلام يضايق الناس، لان الواحد بصراحه متضايق وحتى مش قادر اتجاوز عمليه رحيل جوميز بسهوله يا جماعه. يعني جوميز هو الوحيد اللي كسب الاهلي ماتشين ورا بعض وبيتم اقالته، قبل منها اللي عملها كارتيرون كسب السوبر المصري وبعدين ماتش 3-1 مشوه قبل سوبر القرن. جوميز كسب ماتش في الدوري 2-1 وبعدين كسب السوبر الافريقي بعدين هم ماشيينه.
يا جماعه انت كده بتوثق حته ان انت نادي هفا، ان انت مش تقدر تحافظ على الناس بتوعك، ان انت ما بيعيشلكش حاجه حلوه. وبعدين في الظل لما الاهلي عمال يحتفل ان هو الانتر كونتيننتال وهنقابل ريال مدريد وهنعمل وهنخلي وقرعه كاس العالم للانديه وهنجيب، وفي حاله كده من النشوه بالاعلام والمشجعين بتوعه وبتاع، انت في تلك الاثناء انت بتعري نفسك قدام جمهورك، انت بتبين لنفسك ان انت هلهوله مش قادر تحافظ على مدرب. يا جماعه عيب، عيب، الزمالك نادي كبير، والقصه مش كلها فلوس عشان برضو الناس اللي هي ماسكانا وهنعمل ايه وهنجيب منين والمديونيات والارض المحروقه. يا باشا بقول لك الراجل كان بيطلع يشتكي في المؤتمرات الصحفيه ان التسريب، ان التشكيل بتاعه بيتسرب. طب دي ايه علاقتها بالفلوس بقى؟ انا التشكيل بتاعي بيطلع بيتسرب، ايه علاقه الفلوس بقى بالموضوع؟ هل لو معانا فلوس مثلا التشكيل مش هيتسرب مثلا؟ تمام؟ او هل الفقراء هم اللي تشكيلاتهم بتتسرب؟ طبعا يعني حجج واهيه. وبصراحه الواحد لانه حذر كتير من الامر جوايا يعني طاقه شحن غير طبيعيه، بس لازم برضه عشان نحترم اللي بيسمعنا لازم نقدم روشتة ولو بسيطة. انا بشوف ان لازم يكون مدرب اللي يجي نادي الزمالك، طبعا يعني مباراة المصري القادمة دي لابد ان يبقى واحد مصري، يبقى احمد مجدي بقى، يبقى ميدو، يبقى ايا كان مش فارق معايا، واحد بس يدير التمرينة ويعمل تشكيل وتغيير وخلاص في اثناء المباراة بغض النظر عن النتيجة، ومنتظر بقى من لعيبة الزمالك يكون لها رد في الملعب. تمام؟ دي اول نقطه. تاني نقطه المدرب اللي لازم نتعاقد معاه، علشان برضه بلاقي بقى ناس ايه بتبدا تشطح بخيالاتها. ما انت يا باشا، ما انت لو معاك فلوس تجيب فلان وعلان وبتدفع الافات الدولارات، طب ما كنت جددت الجوميز. هو القصه ان انت عاوز تجيب واحد لو بادجت او على قد فلوسك يعني. انا برشح اي مدير فني شخصيته قويه، يعني اي واحد شاكمته قويه. تمام؟ طبعا لو جه بالجهاز كامل طبعا هتبقى حاجه عظيمه، بس ده طبعا وفقا للفلوس. ماشي؟ طيب ايه تاني؟ يفضل طبعا هو يكون متمرس في الاجواء الافريقيه، في عارف ظروف القاره، عارف الفرق بتلعب ازاي، عشان طبعا نقدر نكمل في بطوله الدوري والبطوله الكونفدراليه. طبعا هو لو حد سبق ودرب في الدوري المصري هتبقى البيست سيناريو يعني. وان كان برضو يعني حتى كل الناس اللي سبقوا ودربونا قبل كده وعملوا معانا نجاحات زي جروس مثلا فيريرا، اعتقد ان ظروفهم الصحيه تمنع ذلك. فانا لو برشح واحد مثلا زي ميكالي من الناس اللي بتدور اللعيبه بشكل كويس. برشح كيروش. برشح برضو اسم واحد يعني زمايلنا رشحوه عجبني جدا، باكيتا على فكره عمل شغل كويس مع شباب بلوزداد ومع كذا حد في المنطقه العربيه، فعنده فكره قريبه، بالاضافه ان هو كمان مدرسه لعبه قريبه من جوميز. في النهايه يا جماعه انا يعني انا مش هحاول ادخلكم في مشاكل الشخصيه، انا مش قادر اتجاوز رحيل جوميز، ومهما عوضنا جوميز اللي هيجي مش هيدخل، هيركب على طول كده. طبعا بقى في ميركاتو قادم وبتاع، هتلاقي بقى لعيبه الراجل كان مقرر ان هي ما تبقاش موجوده، ممكن عادي نقول لا هي تبقى موجوده. هتلاقي بقى الجزيري بنفتح له احضاننا من جديد، وهتلاقي مشلاك، وهتلاقي بقى اللعيبه بقى اللي كانت بعيده هتلاقي بدات تدخل، وهاب ياسر بقى وسيف جعفر والناس اللي الراجل كان مستبعدهم، واللي بالمناسبه الاداره دي فرضتهم عليه. تمام؟ هنجد بقى يعني مهازل كتيرة هتحصل الفترة القادمة تحت شعار أن جوميز رحل وأن المدرب الجديد عنده قناعات مختلفة، وما تسيبه يا عم لآخر الموسم يمكن المدرب الجديد يبقى له رأي آخر. بصراحة هذا لا يحدث إلا في الزمالك. إحنا بنتابع كرة عالمية، بنشوف حتى أندية ضخمة بتفاوض لعيب أو مدرب في نادي صغير، بنشوف ده. ماشي؟ مفيش نادي صغير او كبير او فقير او غني بيتاكل على قفاه شكلنا كده. يعني مثلا مانشستر يونايتد راح لسبورتنج لشبونه ياخدوا اموريم ده مدير الفني، سبورتنج طبعا على قدهم، في حين ان مانشستر يونايتد من القوى العظمى في الكوره. مش هيدفع يا باشا، دفعوا رقم محترم، معرفش بقى ده اشتروا عقده ولا شرط جزائي ولا ايه، ادفع. انا ما بقولكش انت هتقدر تمنع جوميز ان هو يروح اي مكان، لا يا باشا، ولا اقدر امنع جوميز ولا اقدر امنع عزيز ولا اقدر امنع حد، لكن اخد حق فيه، اخد حق فيه تالت ومتلت. انا
ما اجيبكش والمعك واعمل منك مدرب كويس وتكسب بطولتين قاريتين في فتره صغيره وتيجي تطلع بلوشي. انا هقفل يا جماعه الفيديو عشان انا لو قعدت اتكلم ساعه يعني هقول نفس الكلام وهتلاقوني لوام جدا وناقد جدا وناقم جدا ومتضايق، تمام، وممكن تلاقي الكلام بدأ يعيد بعضه. ان شاء الله نحاول نكون متواجدين الفتره القادمه حسب بقى المستجدات. والله لو مفهوم في مفاوضات مع مدير فني طبعا هنسلط الضوء طبعا على المباريات القادمه. لو حضرتك وصلت لحد هنا ما تنساش انك تدعمنا سواء باللايك او بالاشتراك في القناه او حتى بكتابه الكومنت. شكرا جزيلا لحسن استماعك ولا تذهبوا بعيدا. سلام.